في هذه اللحظة تزادت الفكرة اللي غادي تبدل وجه العالم. اليوم وانت كتشوف الفيديو كتواصل، كتعلم وكتحلم من وراء شاشة صغيرة. لكن واش عمرك سولتي على شكون هو الشخص اللي خلى هادشي ممكن؟ في الثمانينات كان مهندس بريطاني بسيط اسميتو تيم بيرنرز-لي، خدام في منظمة علمية سميتها سيرن. كان كيشوف العلماء اللي تيضيعوا الوقت باش يتبادلوا المعلومات، كل واحد عنده نظام مختلف وكل واحد معزول على الآخر، وقال مع راسو واش ما يمكنش يكون عندنا نظام واحد يربط بين الجميع؟ هذيك اللحظة تزادت الفكرة اللي غادي تبدل وجه العالم. الويب العالمي، World Wide Web. ما كانش باغي الشهرة، ما كانش باغي الفلوس، كان باغي المعرفة توصل لكل إنسان في كل بلاصة بلا حدود. وبالفعل في سنة 1991 فتح الباب للعالم كامل وسماه الإنترنت. تصور فكرة واحدة خرجت من عقل إنسان واحد ولات اليوم حياة أكثر من 5 مليار إنسان. في كل مرة كتفتح فيها متصفح، كتكتب، كتقلب، كتشارك، تذكر أن هذه اللحظة من التواصل ما كانش ممكنة بلا واحد الإنسان آمن بفكرة. المعرفة خاصها تكون للجميع. تيم بيرنرز-لي ما خلاش بصمة في التاريخ فقط، خلا جسر بين العقول، وفكرة واحدة كانت كافية باش تغير العالم. إلا كنت من المتابعين ديال القناة ومازال ما اشتركتيش فيها، هذه فرصة ليك باش تكون انت فرد من أفراد عائلة فكرة وإبداع. شكرا لك.